لو عاوزة تعملي صينية بطاطس في الفرن بالفراخ جميلة وسهلة وطعمها جميل، تعالي هقولك تعمليها ازاي. كمان لو عايزة تعمليها على وش البوتاجاز والبطاطس بتاعتك ما تتهريش بسرعة، تعالي برضو هقولك تعمليها ازاي او تختاري البطاطس نهين. اول حاجة خالص علشان تعملي صينية البطاطس معاكي جميلة كده، هجيب بولة واحط فيها بصلتين اكون مخرطاهم جوانح كده او حلقات، وهتبلهم اتبلهم بايه؟ بشوية ملح، واحط عليهم فلفل اسود وكمان كمون وشوية توم باودر وبصل باودر ولو بابريكا كمان. عايزاكي بقى تقلبي المكونات، بس يعني تتوصي شوية في المكونات دي اللي هي البهارات دي. قلبي البصل بتاعك حلو قوي كده، ما تعملوش بايدك، يعني قلبي بمعلقه كده بحيث ان هو ما ينهريش، عايزاه بس يتبل لحد ما ريحته تبقى حلوه كده. هحط عليها بقى الفراخ ايا كانت، عايزه تعملي دبابيس زي ما انا عامله ماشي، لو عايزه تعملي فرخه كامله تمام، برضو لو عايزه تعملي صينيه البطاطس بالاجنحه برضو اعمليها عادي بالطريقه دي. هلف بقى ال الفراخ كده وهركنها على جنب. هجيب الخلاط، هكون محضرة 4 طماطمات طراي كده احطهم فيه، قرنين شطة بقى، واحد احمر واحد اخضر كده يكونوا حراقين، وعليهم فص توم حلو، وكمان مكعب مرق، وهحط عليها معلقة ونص صلصة كده من اللي هي الجاهزة المعلبة. وعلشان بقى الخلاط يمشي معاكي وما تحتاجيش ان انت تزودي الصينية تاني، هحط كوباية مية كده. هضربهم بقى كويس، وبعد كده هجيب الفراخ وهحط عليها الصلصة دي، هقلبهم في قلب بعض بقى كويس. وما ننساش احط، دايما بنسى في الاخر الزيت والسمنة وكده، انا بحط معلقة سمنة عليها معلقة زيت، والفراخ كده كده بتنزل برضو الدهون بتاعتها. هحطها عليها اهوت وهقلب كله في قلب بعضه. بعد ما قلبتها كده هجيب البولة تاني وهشيل الفراخ بتاعتي على جنب، وهيفضل بقية البصل والطماطم. قلبي فيها البطاطس بتاعتك، وتكوني مقطعاها يعني سمكها لا يعني لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، تكون حلوة كده وسط. بعد كده بقى هحطها هي على طول، سواء هتعمليها في طاجن او في صينية عادي، هحطها كلها بالشكل ده تحت، لان هحط الفراخ على الوش، مش عايزه احطها في وسطها كده في وسط البطاطس يعني. هحطها على على الوش واحده واحده كده. الفراخ بتاعتك تكوني مشققاها عامله فيها فتحات، بس تكون من تحت الجلد مش من فوق الجلد. وحاولي بقى ترصيها بشكل حلو كده، وكل حته لحم تكون باينه غطيها كويس بالدهنه بتاعتها او بالجلده بتاعتها كده. بعد ما رصيتها كده بقى هجيب ورق فويل وهغطيها، وبحب اسيبها دايما قبل ما ادخلها الفرن، بحب اسيبها على جنب كده ربع ساعة، بتاخد كلها في قلب بعض كده طعمها يعني، طعم التوابل وكل حاجة في قلب بعضها وتتبل وتبقى حلو. ادخلها الفرن بقى على درجة حرارة عالية، تقريبا خدت يجي ساعة الا ربع، وكانت بالشكل ده. لو عايزة تعمليها بقى على وش البوتاجاز برضو بنفس الطريقة دي، بس طبعا ما تعمليش في بايركس، اعملي في صينية ألمونيا عادي، وتكوني مختارة بطاطس من اللي هي بتاع الآلية بتاعت الشيبسي اللي بتستحمل، لأن لو حطيتيها على وش البوتاجاز البطاطس بتنهري بسرعة، والفراخ ما بتكونش استوت معاكي. اعمليها بالطريقة دي سواء كانت على وش البوتاجاز أو على الفرن، وبألف هنا.